المحكمة بتحكم بمكان الرؤية على حسب أقرب مكان للصغير. انت كنتي قاعدة عند والدتك، هو رفع الرؤية، حلو، وقال الأخصائية اللي انت قاعدة في المكان الفلاني، انت بقى علمتي بالدعوة ما علمتيش، فالأخصائية ساعتها ايه حددت أقرب مكان للصغير. انت بعد كده روحتي نفذتي التمكين المنفرد والشقة مثلا في بلد تاني، علشان ما تبقيش قصاد القانون إنسانة مش راضية توري الأطفال لأبوهم، لازم تغيري مكان الرؤية، ترفعي دعوى تغيير مكان رؤية وتطلبي فيه ان انا عايزة المكان الفلاني علشان انا بقيت قاعدة في المكان الفلاني طبقا لقرار التمكين رقم كذا، وتقدمي ورقك. غير كده هو هيفضل ينفذ في المكان اللي حاكمة بيه المحكمة. ولو انت ما غيرتيش المكان وما وديتيش العيال، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيرجع ليكي بالتعويض المدني، اما يعمل لك اسقاط حضانه.